الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني، اللامذهبية أو الوهابية في القارة الهندية يختلف تماما في أسسها عن السلفية الموجودة في بلاد العرب، يعني في أساسها ليس في منهجها. وما أقوله أنا ليس انفعالا ولا تجنيا، بل قراءة في التاريخ كما هو، يعني لا كما يراد لنا أن نراه. اللامذهبية التي ظهرت في الهند لم تكن حركة علمية، يعني حركة خرجت من رحم الاجتهاد أو الفقه أو اتباعا لمسار علمي متوارث في البلاد، ولا أبدا ثمرة نقاش فقهي طبيعي، إنما ولدت في لحظة سياسية يعني شديدة الحساسية، ولدت في لحظة حرجة للغاية، يعني من صراع الأمة مع الاستعمار أو المستعمر الإنجليزي، لحظات سقوط الحكم الإسلامي ولحظات صعود الاستعمار الإنجليزي. يعني هذا التوقيت يا جماعة، هذا التوقيت والله العظيم هو وحده كاف ليجعلنا نتوقف ونسأل. فمنذ أن دخل الإسلام إلى الهند والمسلمون هناك يعيشون على المذهب الحنفي، المذهب الحنفي قضاء وفتوى على المذهب الحنفي وتعليما، والمدارس هناك كله على المذهب الحنفي. قرونا طويلة لم يعرفوا دينا بلا مذهب، ولا فهما للنص بلا أئمة الإسلام، ولا عبادة منفصلة عن تراث الأمة. ثم يعني تجد فجأة ومع دخول الإنجليز يظهر اتجاه جديد يقول لك يعني دع المذاهب، دع الأئمة، دع أبا حنيفة رضي الله عنه والشافعي والإمام مالك، خذ القرآن والحديث. يعني كلام يبدو في ظاهره جميلا جدا، لكن نتائجه في الواقع يعني كانت خطيرة جدا، لأنه واضح يعني قطع صلة الأمة الإسلامية بتراث فقهي كامل، وأخرج هذا الاتجاه عامة الناس من الانضباط العلمي إلى الفهم الفردي، وسهل توجيه الدين حيث يعني تريد السلطة والمستعمر. وكان هذا الاتجاه الذي ولد بمساعدة المستعمر المحتل يعني الحقيقة كان هجوما شرسا على الميراث المتداول وعلى المذهبية المتوارثة منذ قرون طويلة، وهجوم على العلم والعلماء وعلى التاريخ والتراث. والحقيقة المستعمر نجح في ذلك، في هدم هذا التراث العظيم بمباركة الإنجليز ومشايخ الوهابية في الخليج وتحديدا السعودية. هنا يا جماعة يجب أن نكون صرحاء. الإنجليز لم يكونوا بحاجة إلى علماء يحركون الناس ضد الاحتلال، بل كانوا بحاجة إلى خطاب ديني يجرد النصوص من بعدها المقاوم، ويحول الطاعة إلى أصل مطلق حتى يعني ينتهي الصراع مع المستعمر ومع المحتل، وتكون الطاعة للسلطة مطلقة. وهذا بالضبط ما قرره كبار رموز الوهابية واللامذهبية هنالك في تلك المرحلة، حين وصفوا الهند تحت الحكم الإنجليزي بأنه دار إسلام، وحرموا كل شيء ضد المحتل، وحرموا يعني كل ما أوجبته النصوص الشرعية.
وفي الوقت الذي يعني كان فيه علماء الأمة ينفون ويقتلون وتصادر أوقافهم، كانت هذه الجماعة تمنح حينها الاعتراف الرسمي، بل وتغير تسميتها بقرارات حكومية، قرارات موثقة بمباركة الإنجليز، وترفع عنها تهمة الوهابية لتستبدل باسم جديد أكثر قبولا لدى الناس. كل هذا يا جماعة كان برعاية مباشرة، يعني رعاية مباشرة من الإدارة الاستعمارية. بل أكثر من ذلك يا جماعة، حين انفجرت ثورة 1857 وخرج المسلمون يدافعون عن دينهم وأرضهم، لم نرى قط من رموز هذا الاتجاه دعما للفئة التي كانت ضد المحتل، بل رأينا حيادا إنقاذا للإنجليز وتجريما للثورة، ويعني تسويغ دائم للاحتلال باسم الأمن، باسم الطمأنينة، باسم السلام. هنا تظهر الحقيقة المؤلمة أن اللامذهبية والوهابية لم تكن يوما مجرد خلاف فقهي، بل بقي دائما مشروعا وظيفيا يخدم واقعا سياسيا معينا. يعني كثير من رموز هذه الجماعة كانوا في الأصل أحنافا، نشأوا في البيئة الحنفية، تعلموا في المدارس نفسها، ثم انتقلوا فجأة إلى خطاب ديني جديد، لا لأن الدليل تغير، بل لأن الظروف تغيرت، ولأن المال والدعم والحماية كانت في جهة واحدة. فهذه حقيقة وأساس الوهابية واللامذهبية في شبه القارة الهندية، كيف ولدت وما تداعياتها ومن كان المستفيد من هذه الجماعة. ولهذا لا نستغرب حين نقرأ عن علاقات مبكرة بين بعض رموز اللامذهبية والجماعة القاديانية في بداياتها، ولا نستغرب حين نكتشف جذورا شيعية لبعض السلاسل الأولى، ولا نستغرب حين نجد الثابت الوحيد في خطابهم هو الولاء للسلطة القائمة. يعني أيا كانت ما دامت ترفع شعار حرية الدين وتمنحهم المساحة. هذه حقيقة الوهابية في هذه الديار. والمذهبية سواء كانت المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي في هذه الديار أو المالكي، لم تكن يوما عبئا على الأمة، بل الحقيقة كانت يعني صمام أمانها تحفظ الفهم وميراث السلف الحقيقيين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وتضبط الاستنباط، وتمنع المذهبية تمنع يا جماعة العبث بالنصوص. فاللامذهبية وتحديدا في تلك المرحلة التاريخية بالذات كانت والله العظيم وسيلة لتفكيك الفقه، لتفكيك المذهبية، وتحويل الدين إلى خطاب فردي منزوع القوة. هذا ما يشهد به التاريخ، تشهد به تلك الكتب التي ألفت في هذه الحقبة السيئة جدا بالأردية. الكتب موجودة لا زالت مطبوعة، التي حاولت وحمت الاستعمار. فهذه حقيقة الوهابية في هذه الديار. والسلام عليكم ورحمة الله.